مصر، النيل. اللي حابب يتعرف على العالم وبدايته، من الضروري ومن الطبيعي انه يزور مصر، مش لانها بلدي، بس لانها هي كانت اول بلد في التاريخ. هنا في اسوان، هنا النيل، دي جزيرة اسوان، وهنا مقابر بيسموها مقابر النبلاء. النبلاء يعني اللي كانوا بيحكموا في وقتها، ولما كانوا بيموتوا فكانوا بيدفنوهم في مقابر سموها مقابر النبلاء. هنا جزيرة أسوان، كل حاجة وانت ماشي في النيل بتتكلم عن نفسها، بتقول أنا كنت إيه وما زلت لحد دلوقتي أنا إيه. حمام هنا في الجزيرة بيعبر عن المكان وطبيعته والأمان اللي عايش فيه. طول ما انت ماشي في الجزيرة هتشوف حاجات جميلة وحاجات كتيرة قوي ما ينفعش تشوفها إلا وانت راكب النيل وبتتمشى فيه. دي جزيرة اسمها جزيرة النباتات، فيها كل أنواع النباتات، وليها مرسى خاص وليها مصعد خاص، تقدر تطلع وتتفرج على أنواع غريبة وعجيبة وجميلة جدا من النباتات اللي طلعت طبيعي على ضفاف النيل. وده قبر اسمه قبر الأغا خان. اللي مش عارف هو مين الأغا خان يقدر يفتح ويسأل AI أو يسأل جوجل وهو يدله. هو شخص مش مصري، كان مريض ونصحوه انه يجي على مصر، فدفن نفسه علشان يتعالج، وقد كان. لما حب البلد استقر وقعد فيها واتدفن فيها. اللي حابب اقوله ان في مالديفز كتيرة موجودة في مصر غير مالديفز اللي احنا نعرفها. جزر كتيرة موجودة في نهر النيل تستمتع بالحياة النيلية وحياة الجزر. من ساعة ما تنزل عليها مفيش عربية، مفيش موتورسايكل، التنقلات كلها بوسائل النقل البحرية. كذلك في جزر مالديفز كمان موجودة في مصر في البحور، البحر الأبيض والبحر الأحمر، تقدر تستمتع بالحياة. أنا مش بعمل دعاية لبلدي، بلدي دعاية لوحدها لأي حاجة بالنسبة للطبيعة اللي هي عليها واللي ربنا حبيها بيها.